السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى صباح لكل مشتركينا الكرام. لو أنت أول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتدوس لايك وشغل زر الإشعارات يوصلك إشعار جديد بقى فيديو إحنا ننزله. وريت يا شباب نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وزي ما تعلمين بنات لإخواتنا ربنا سبحانه وتعالى ينصرهم ويرحم شهدائهم، اللهم آمين. ولو أنت مش مشترك في صفحة الفيسبوك أو صفحة تيك توك هتلاقي اللينك بتاع الصفحتين في الوصف بتاع الفيديو بتاعنا. إن شاء الله الفيديو بتاع النهارده هيكون فيديو جميل. بصوا مفاجأة من الآخر، بدأنا نفتح على الحمام الجديد اللي احنا حاطينه في السطح. هنتفرج عليهم دلوقتي وهنشوف هما بيعملوا ايه لما بيطلعوا. ان شاء الله الفيديو بتاعنا النهارده يبقى فيديو جميل وظريف. واسف جدا 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 على التاخير، والله يا جماعه غصب عني. انا طبعا بدات شغل، والناس اللي ما تعرفش انا شغال ايه، انا شغال مشرف في سنتر، والفتره ديت اسمها فتره تقديمات. فكل الناس لو انت طالع من ثالثه اعدادي الاولى ثانوي اكيد بتروح تقدم في الفتره دي، اذا كان ولد او بنت. فبتروحوا تقدموا في المدرسه، فانتوا بتلاقونا واقفين قدام باب المدرسه بناخد بياناتك ورقم تليفونك، وبنبقى عاملين الفتره دي حاجه اسمها كورس مجاني. فالكورس المجاني دوت انا لما باخد رقم تليفونك بتصل عليك اعرفك ميعاد الكورس امتى وبس. فالفتره دي والله يا جماعه انا بنزل من الساعه 8 الصبح، ساعات باجي الساعه 4 العصر وساعات 5، فغصب عني واسف على التاخير الفتره اللي فاتت دي كلها. وان شاء الله هحاول ما اقطعش معاكم، وربنا يا رب كده يقدر لكل واحد الخير. فان شاء الله الفيديو بتاعنا بقى النهارده يبقى فيديو جميل نلف لكم الكاميرا ونوريكم احنا هنعمل ايه. يلا بينا. طبعا الحمام اهوت كله متقفل عليه، غير دول بقى متسولين اللي اصلا مانعين اللي هم يخشوا. هم دول قاعدين لي كده اهوت على طول، الباب بتاعتهم طبعا مفتوحه عليهم، هما بيخشوا ياكلوا زغللهم ويطلعوا والدنيا تمام اخر حلاوه. ان شاء الله النهارده هنفتح مع بعض على القص الزواجل والقص باكستانيات. طبعا انا شغال معاهم بفتح لهم بقالي يومين، بس ما كنتش والله بعرف اصور. فان شاء الله هنفتح لهم دلوقتي وهنوريكم هما بيتصرفوا ازاي. طب انت وانا بتفتح لهم امتى؟ انا بفتح لهم بعد ما بفتح الحمام ده. ليه؟ عشان خاطر يكون الحمام ده خلاص هوا وطلع كل طاقته، وراح بعد كده بفتح لهم الحمام ده. وبرضه هنشوف مع بعضنا واحنا بنفتح لهم. بسم الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده نروح بقى ناخد نقف في حته كده ونهش الاستاذ اللي واقف لي على السور ده. نقف في حته كده يا شباب اهمت. السوسك اللي يطلع ويطير وبيهوي كله كده يخلص دنيته ويطلع الطاقه بتاعته. انا بعمل له كده، خليه يخلص طاقته، تخلص طاقته كده، وبعد كده ان شاء الله نروح فاتح لهم القصين دول. وباذن الله باذن الله باذن الله الخطوه القادمه هنروح فاتحين الاربع شبابات ديت، وربنا كده يا رب يقدر لنا خير. وشكل يا جماعه طاير، شايفينه؟ ده شكل اهو، شكل طاير اهوت. فاحنا سايبينه كده بقى هو ايه يهوي بقى مع نفسه. ما شاء الله واخدين منه زغلول جوه اهوت، قاعد زغلول بطش كده حلو. وربنا كده يا رب كده يكملها على خير والزغلول يطلع على خير باذن الله. بص الحمام كله طلع واقف فين اهو. شكل نزل اهو، شكل نزل اهو. كان بصوا كان معاه فرد حمام، شكل معاه فرد حمام غريب، بس هو الفرد حمام منزلش، بس الشكل هو اللي نزل. تمام يا شباب اهو منظرهم. اللي يحدق بيحدق واللي يهوي بيهوي والدنيا اخر حلاوه. تعالوا بقى نفتح مع بعضنا للباكستانيات والزواجل. ده اول مره على القناه عندي هنشوف الموضوع ده. نفتح كده بسم الله، نفتح كده يلا. برضه يا جماعه بالمناسبه ما شاء الله الزواجل معاهم زغلول اهوت، تمام، والباكستانيات معاهم حصوتين، تمام اهو. نرجع ناخد خطوه الى لورا كده، وهم هينزلوا لوحدهم. هتلاقيهم دلوقتي هم نطوا لوحدهم، وبفضل الله يعني امبارح بص اهو الفرد، اول فرد نط وتاني فرد طالع باكستاني اهوت. بس كده طبعا هم ما شاء الله يعني بقالهم يومين على الحال ده، فهم خلاص عرفوا المكان وبيخشوا وبيطلعوا. ولعل وعسى يا شباب الناس اللي عارفه المشكله اللي عند الباكستانيات عندنا، واللي الباكستانيات عندها حاله افتراس، فاحنا لعل وعسى كده ان شاء الله الموضوع دوت يعالج حاله الافتراس اللي عند الباكستانيات. وربنا كده يا رب كده يقدر لنا كل امر عسير. بص حامي عايز يحدق، طبعا طاقم التحديق دوت خلص، فاحنا ممكن نحط لهم شويه تحديق تاني عشان خاطر بس ايه يحدقوا. بالاضافه ان شاء الله السطح ده لازم يتكنس دلوقتي حالا، فاحنا ان شاء الله هنكنس السطح ونوضبه ونروق لهم كده على الدنيا ونحط لهم ميه، وباذن الله لما نيجي نكلفهم ان شاء الله هنرجع لكم تاني. طبعا الاساتذه مش مخليني اعرف اعمل حاجه جوه السلاكه، فعملت لهم الكلفه بتاعتهم
وقلت بقى اطلع اكلفهم نصفر لهم كده، ولعل وعسى يسيبوا السلاكه ويطلعوا بره عشان اعرف اخلص الحمام جوه. بصوا هما كده بيقولوا لي يلا يا باشا احنا جينا لك عايزين ناكل بقى. طبعا الكلفه بتاعتهم اهيت يا جماعه الكلفه. طبعا شايفين الكلفه يا جماعه دي عامله ازاي؟ انا لو قلت لكم الكلفه دي عامله 15 جنيه محدش هيصدق. يلا يابا يلا. واحده 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 بعد اذنكم، واحده واحده حضرتك، واحده واحده يابا. يا استاذ يا استاذه يا استاذ خلاص. بصوا هم اصلا مش مخليين لي اي منفذ. خدوا اهو كله. يلا يلا الصاج بقى فيه كلفه خلاص بقى يا عم، خلاص الصاج بقى فيه كلفه يا عم. هم يا جماعه بس اللهم صل على النبي. ربنا يا رب كده يبارك لنا فيهم يا رب كده ويطرح لنا فيهم البركه. طبعا الناس اللي انزعجت من الفيديو اللي في اخير لينا عشان خاطر صوت الديك، والله يا جماعه انا غصب عني موضوع صوت الديك دوت، وللاسف مش عارف اوديه في حته، فهو خليه موجود بقى وادعوا لنا بالبركه كده. طبعا الحمام كله اهوت هياكل وهيروق على نفسه. طبعا الاربع شباب دول كلفتهم مش هتبقى الكلفه بتاعت الحمام بتاعت الصحي دلوقتي، كلفتهم هتبقى ايه؟ الكلفه العاديه اللي احنا بناكلها الحمام بتاع السلاكه ديت، بناكلها للحمام الاربع شبابات. والاربع شبابات دول في حد قال لي افتح لهم الازازات مش هتطير، بس انا مش عايز اخاطر. انا كل اللي عليا ان شاء الله يومين كده ولا حاجه هقص الريش، بعد كده نبدا اللي احنا نفتح لهم واحده واحده. طبعا بس هما ايه يعني، هما لغايه دلوقتي تمام. بسم الله. كله اهو بالشكل. طب انت جاي ليه وفي كلفه عندك؟ نغير لهم طبعا المسقه بتاعتهم. هم ما شاء الله يا شباب 4 شابات، 2 الكريزليات و2 الهزازيات. طبعا ان شاء الله هيتخرطوا وبرضه هيتسابوا معانا في السطح، وربنا يا رب كده يبارك لنا فيهم. طبعا احنا هنغير لهم المسقه بتاعت الشبابات دي عشان خاطر الشبابات المسقه بتاعتهم زي ما انتم شايفين فيديو كده، وهم برضه كتير ما شاء الله وبيستهلكوا ميه كتير والجو حر. طبعا الحمام في السطح غيرنا له الميه بتاعته، هم بياكلوا اهوت هيشربوا ويطلعوا ياكلوا زغلهم جري. انا عملت كده بس عشان خاطر اعرف اخلص السلاكه جوه. انا والله دخلت السلاكه انا مش عارف اقف، حرفيا انا مش عارف اقف، عمالين يخبطوا فيا وعايزين يشربوا وياكلوا، فنقول لهم بقى ناكلوا بقى وخلاص وايه، واحنا نشوف مع نفسنا بقى عشان نخلص الدنيا. طبعا الميه اهي، لو قلت لكم الميه نازله مولعه درجه الحراره يا جماعه. يا ريت يا ريت يا ريت نخلي بالنا بالحمام بتاعنا ونخلي بالنا عشان خاطر بس ما يحصلش اي مشكله. طبعا الفتره ديت الناس اللي بتفرخ من ضمنهم انا يعني برضو خلي بالك من الحمام اللي معاه حصى، عشان خاطر انا زي ما قلت لكم 80 او 90% من الحمام اللي كان محصى عندي الحصى بتاعه كبس، فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل. فانا قلت بس ناكد للناس ونقول للناس عن الموضوع ده اهوت. الميه بتاعتهم اهيت، وهم بقى الف هنا يشربوا كده ويتمزجوا. بصوا كده اول ما نحط لهم الميه بيشربوا. المسقه ديت نفس الكلام اهي، تمام ليهم وخير. خلص بقى خلص السلاكه ان شاء الله ونرجع نشوف لكم المتسولين دول هيكونوا وصلوا معانا فين. طبعا السطح اتكنس اهوت والدنيا اتظبطت على الاخر عند الحمام اهو. طبعا السطح ما كانش كده خالص، منظره كده يريح الواحد اللي هو اللهم لك الحمد يعني الدنيا اتظبطت ما شاء الله اهو. وطبعا المغرب اذنت خلاص، المغرب الدنيا بتضلم، قبل ما كنسنا وظبطنا الحمد لله. اهم حاجه ان انا كنست السطح دي اهم حاجه عندي، والحمام كل اهو ومتروق على نفسه على الاخر. طبعا في السلاكه برده السلاكه بتاعتنا دي برده الحمام كل فيها والدنيا برده تمام، والسلاكه دي نفس الكلام. بس السلاكه دي بقى ناقص الزغاليل بتاعتها نلف عليهم بالميكس زي ما احنا بنلف، عشان خاطر احنا اليومين اللي فاتوا دول قصرنا معاهم جامد. فانا عايز كده ان شاء الله نلف عليهم كده بالميكس ونشوف الاخبار ونشوف الزغاليل، يعني نبص كده مع بعض على الزغاليل. يعني اللهم لك الحمد اهوت الزغاليل بدات تشد نفسها وبدات تظبط الدنيا شويه يعني. طبعا احنا الميكس برضو عدم وجوده يخلي الزغاليل خس حبتين 3 اهو. بس ما شاء الله اللهم لك الحمد، بس ما شاء الله ما شاء الله اهوت زغلول اهو، زغلول زي الابيض اهوت
والاصل المساوي تحتيهم زغلول زاجل برضو اهوت. وده الاصل العبايسه تحتهم زغلول بنادي. الزغلولين بتاعهم طلعوا وتفاجئت اللي هم ماتوا لوحدهم اكيد عشان حر، فالحمد لله. وده ما شاء الله الاصل السحن، اللهم صل على النبي اهوت، مأكلين ومزغلين برضو مروقين عليها. والاصل الهزازات برضو ما شاء الله مأكلين. الزغلول طبعا تحتيهم برضو زغلول يا جماعه، زغلول زاجل تحتيهم زغلول زاجل، عشان برضو الناس تبقى عارفه الحصويتين بتوعهم كبسوا، والناس القديمه او الناس اللي متابعه الفيديوهات القديمه هتبقى عارفه حاجه زي كده. وده الاصل المساويد اهو تحتيهم ابنهم، والاصل الحلوس تحتيهم ابنهم برضو اهوت اهوت ما شاء الله. الاصل الزرق قطيفه دول، الاصل دوت يا جماعه الحصوتين كبسوا، فالحمد لله احنا منتظرين منهم اللي هم يحصوا تاني. والاصل الحمر غزار حصوا حصوتين، واحنا خدنا حضناهم مع الاصل البلد اللي في السطح اللي هو ما بيحصيش، اللي هو النتايه مريحه، فاحنا بنحضرهم تحتيهم. وده ما شاء الله الاصل سكروتات، اللهم صل على النبي عليهم اهو. الزغلول بدا يشد حيله وبدا يظبط نفسه، ان شاء الله يقفل تحت جناحاته كده، وان شاء الله نروح واخدينه فاطمينه ونكون احنا كده اول انتاجنا من السكروتات. وده الاصل زرق قطيفه، طبعا احنا خدنا منهم زغلول وبعد كده شلنا النتايه. الدكر بدا يقلش على وشه زي ما انتم شايفين، الدكر بدا يقلش، فاحنا قلنا نريح النتايه حبه عشان خاطر الدكر برضو يقلش والنتايه تقلش، واللي هما الاتنين يستردوا صحتهم شويه، وكل عش ناخده منهم نريحهم شويه برضو، مش هنشغلهم مره واحده. وهنا ما شاء الله الاصل التجربه اللي احنا قلنا عليهم، طبعا العش اللي فات ده ما كانش لنا نصيب فيهم، فان شاء الله ننتظر العش اللي جاي عقبال ما النتايه العبسي تخلص الريش اللي عليها. طبعا هنا الزغاليل ما شاء الله، ده الحلس وده الاحمر غزار، وده الزغلول اللي ابن الدكر اللي طار، الزغلول الكركندي اللي جوه ده. ودي هنا مستنيين برضو الحصل اللي تحتيهم يفك، الاصل الحلبيات الحصل اللي تحتيهم يفك، وبرضو ان شاء الله ناخد منهم زغلولين تمام. احنا كده تقريبا يا جماعه بصينا على كل الحمام اللي عندنا في السلكه. طبعا هنا الحمام خلاص عايز يخش، طبعا احنا عندنا هو ما شاء الله هنا دول هندخلوا واخدين كده اهوت. ناقص لنا النتايه، هي راحت فين النتايه الزاجل دي النتايه الزاجل، الدكر اللي قاعد جوه ده الدكر، ودي النتايه. ان شاء الله النتايه هتخش دلوقتي، واحنا كده خلصنا اليوم بتاعنا عند الحمام، والدنيا عندنا خلاص خلصت. طبعا المغرب بيصلوها دلوقتي، ربنا يا رب كده يجعلنا من مقيمين الصلاه. هنقفل بقى معاكم يا جماعه الفيديو عشان خاطر احنا نروح دلوقتي نصلي المغرب. وكده كنا وصلنا لنهايه الفيديو، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاعنا واستمتعتوا من الفرجه الجميله اللي احنا عملناها لكم. وكده كان معاكم انا محمود، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.